الناس اللي يحبوا يقولوا حاجه. يعني نفسي اشوف حد شاب كده طب يكون ممكن شاف نقرب الفيلم. نقرب طب قرب شويه او قوم وقف او اي حاجه. ممكن اقف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. زويل عبد الحليم من السودان. اهلا بيك اهلا بيك. اولا برافو، شكرا امير رمسيس سهيل. يعني فيلم حقيقه انا شفت زهير انت ماسك اتحاد الفنانين السودانيين. فنانين السودانيين في مصر، يعني هم بيمثلوا برضو قطاع مننا يعني. فاهلا بيك اهلا بيك. فصراحه الفيلمين يعني النسخه الجديده المودرن زي انت شفت الفيلم الاولاني؟ طبعا زي ما تفضلوا الاساتذه. هناك احنا بنتكلم على 3 حدودات من وجهه نظر نسائيه. كان اختيار ذكي من الاستاذ وائل انه يعني يعبر عن الشخصيه اساسا هي، ومع انه هو في النهايه انا يعني هو نجى البطل بتاعه وخلاه طلع على بر الامان، مع انه البطل نفسه عنده ممارسات على شخصيات سلبه جدا في حياتهم، ويمكن يكونوا ما يكملوش على فكره. يعني ممكن تكون واحده من الشخصيات انتحرت او وات ايفر، ولكن فكره انك تمسك حدوته حد محدد بوجهه نظر لا تتنافى مع انها هي روايه اصلا معروفه في الوطن العربي مش في مصر يعني. فده ذكاء، وده خلى الفيلم برضو انه يعني يعبر عن مناخات جديده، اللي هو الشغل السايكو نفسي ده، انه ده ما عندناش احنا في الوطن العربي نشتغل عليه كتير. لانه زي ما تفضل الاستاذ انه السينما اصبحت في الوطن العربي هو الايراد، يعني شباك التذاكر هو الحكم والفيصل، بعيدا عن ان هي ممكن تحقق ايه على الارض الواقع من فرضيات ايجابيه للمجتمعات العربيه، او نقدم نفسنا احنا للاوروبيين بوجهه نظر مختلفه. فده بيخلي انه الفيلم فعلا راح لمنطقه حلوه جدا، ومبروك تاني. مع انه انا بختلف تماما في نجاه يعني الوحش ده يعني نجا ما هو كان مريض بقى، ما هو كان مريض. لا بص، ودمر الرحاب ودمر وعشان كده في الاخر قال انا اسف. وانت اخترت بقى انه يكمل بقى مع نجوى. فدي يعني جميله، ويعني هنقبلها. شكرا